السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. معكم إدريسي حسين، رئيس الجمعية الجزائرية للميني فوتبول. أسست الجمعية الجزائرية للميني فوتبول يوم 18 أبريل في الجزائر العاصمة. مشروع ميني فوتبول هو ليس رياضة فقط، بل هو له أبعاد اجتماعية كبيرة. يعني سي سبور سوسيو إديوكاتيف. نجبدوا الشباب تاعنا، يعني اللي نشوفوه في الآونة الأخيرة اللي راهو يعني ينحرف ولا راهو يدير حاجات ماشي ملاح، نحاولوا حنا نجبدوه الشباب هذا. فيك لا ديسبونيبيليتي تاع لي تيران في الجزائر، يعني في كل ربوع الوطن فيه أكثر من 20,000 ملعب جواري. حنا نحاولوا إن شاء الله نديروا لهم بطولات، نديروا لهم كأس، نديروا لهم دورات بين الأحياء، بين الولايات، بين يعني المدن. دونك سي ان بروجي كي فا فيزي كيما نقولوا يدخل. قمنا في ولاية الوسط، درنا يعني فريق ممثل الجهوي وسط، والآن نحاولوا يعني نديروا انتقاء أحسن لاعبين الغرب الجزائري، وما زالت عملية انتقاء في الشرق الشعبية، الأحياء النائية. يعني المشروع هذا ما عندوش دي ليميت، مشروع كبير. احنا نطلبوا من السلطات ومن الدولة الجزائريه ترافقنا وتعاوننا في المشروع هذا، لأنه مشروع بلاد. احنا كما نشوفوا بلدان كتونس أو ليبيا أو تشاد واللي عندهم اتحاديات وراهم سباقين في اللعبة هذه، راهم يشاركوا في بطولات إفريقية، بطولات عالمية. نحاولوا إن شاء الله أن نتموا لهذه القاطرة، والجزائر بمواهبها يعني باللاعبين اللي تمتاز بهم، نظن راح تقول كلمتها في هذه الرياضة عن قريب إن شاء الله. أهداف الجمعية الوطنية هي هيكلة وتأطير اللعبة على المستوى الوطني، ونمد الفرصة لجميع الشباب تاعنا اللي راهم ينشطوا هذه الرياضة. يعني شفنا في دورات رمضانية أو دورات صيفية، شفنا بلي اللعبة هذه انتشرت بكثير في على مستوى كل ربوع الوطن. الناس راهي تمارسها بطريقه يعني عشوائيه، يعني ما يعرفوش القوانين تاعها وكيف تلعب. يعني فيها امور تختلف كثيرا على هي حقيقه كره قدم، لكن تختلف على كره القدم العاديه. لهذا احنا راح ان شاء الله في دوره نديروا دوره تكوينيه للمدربين. احنا من هذا المنبر نطلبوا الشباب تاعنا اللي راهو يمارس هذه الرياضه، يعني في الاحياء تاعهم وفي يعني في المدن تاعهم، يستمروا ويلعبوا هذه اللعبه. وبالك من تحت لهمش الفرصه اليوم، لان درناها في وقت نمدوا الفكره، يعني نودوا القانون الاساسي تاع هذه اللعبه المهيكل، واللي يعني اللي يعمل به الاتحاد الدولي لكره القدم الصغيره. وان شاء الله راح تخطو خطوه كبيره الميني فوتبول، لان الشباب منعطش لهذه الرياضه، وراهو يعني راهو حاب يلعب. لاعبين يعني عندهم يعني مستوى يقدروا يقدموا اضافه يعني كبيره للميني فوتبول. احنا نحاولوا نأطروا هادو الشباب، نحاولوا نديروا عمليه انتقاء على حساب يعني لي كاركتات تاع كل جوار، على حساب واللعبه هذه يعني هي مستقله في الجزائر، لانها هي كما نقولوا لعبه ما يشتبع يعني الاتحاد الجزائري لكره القدم او الفيفا. كما قلت لكم من سابق، هي تابعه لWMF وورد ميني فوتبول فيدراسيون. لهذا يعني راهي جديده في الجزائر ومهمه جد صعبه، يعني باش تبداها وتنشرها وتعرفها للشباب، ويعني باش تروح من جهه لجهه، ويعني تقدر دير سيليكسيون، راهي صعيبه. ولكن احنا كجمعيه وطنيه رانا نسعى ورانا مقاسمين مهمات في كل جهه، باش نعطوا حق لكل جهه ان شاء الله. يعني المواهب هذه اللي راهي ضايعه، المواهب اللي راهي يعني بالك مهمشه، المواهب اللي ما قدرتش تفرض روحها في الفوتبال 11، احنا نحاولوا نسقطوها ونجيبوها الميني فوتبال. وان شاء الله لماذا لا، تقدر تعطي كلماتها، تعطي يعني الفرصه اللي نعطيوها لها، تقدر يعني تستغلها ويكونوا معنا في الفريق الوطني اللي يمثلوا احسن تمثيل الجزائر ان شاء الله. ونطلبوا من السلطات ان شاء الله يعاونونا، لان كاين تجاوب. نشكروا جميع الحاضرين اللي راهو معنا، رؤساء المكاتب الولائيه والمدربين، او يعني كاع الفاعلين اللي جاوا هنا. نشكروا اخ محمد زروال على الاستضافه. نشكروا اللاعبين كاع اللي راهم حاضرين معنا هنا. شفنا مستوى لا باس به.
بارك الله فيكم. يعني مالوريزمون بو با بروندر يعني بزاف، عندنا ان نومبر اسي ليميتي. دونك اللي جاو معنا في لا بري سيليكسيون مرحبا بهم، واللي ما جاش راح تكون عنده نوتر شونس ان شاء الله. زيدوا خدموا، الميني فوت راهو جاي بقوه في الجزائر، ذكروا مليح الكلام هذا. راهو جاي بقوه، راح يدخل كل احياء لكل المناطق النائيه لكل مناطق الجزائر. لا بروف اليوم رانا هنا، غدوه نكونوا في جهه واحده اخرى، رانا نمشيو من جهه من جهه. ربي يوفقنا. نطلبوا سلطات تعاوننا تانيك لنشر هذه اللعبه ولهيكلتها. وبارك الله فيكم كامل، ومازال خير قدام ان شاء الله. يعطيكم الصحه.